أعتقد أن يعني ممكن المتلقي الآن يستغرب لو قلت له أني شبه هجرت القراءة. ما عاد أقرأ يعني ممكن أقرأ كتابا في الشهر، كتابين. في السابق كنت يوميا، يعني يوم يومين أختم كتاب، يوم يومين. منذ أن تعرفت على القرآن ما عاد لي نفس على الكتب الأخرى، لأن هذا يبهرني. الكتاب يعني يبهر، أجد فكرة جميلة فارقة، ثم لما أفكر فيها وأحاول أطورها أقول لا، هي ينقصها شيء معين، ثم أكتشف في موطن آخر يكمل هذا النقص، فأجن من حالة التكامل التي أجدها في النص القرآني. هذا ما وجدته في أي كتاب في حياتي كله. لذلك الآن ما أريد أن أزهد في القراءة، لكن الواقع أن القرآن يبهرك بحجم ما تمتد فيه، يمتد معك. يعني دائما كل ما أدخل علم من العلوم سنة سنتين بعدين أمل، لأن تكرار الأفكار نفسها، ما في شيء جديد. يعني يمكن تكون فكرة هنا فكرة هنا، بس منطق الفكرة نفسها يتكرر. إلا القرآن العكس، يصيبك بالعجز. يعني كل مرة أقول خلاص أنا الفكرة هذه تمكنت منها، ثم أكتشف أنه يفتح أفقا جديدا فيها. لا إله إلا الله، متى ينتهي هذا الأمر؟ كلما قطعت شوطا أكتشف أني ما زلت في بداية الطريق. يعني ظننت أني وصلت إلى عمق البحر القرآني، أكتشف أنني ما زلت عند الشاطئ. فهذه حالة الانبهار جعلتني حتى يعني أرى عمري مجرد ثانية، أقول ماذا أشتغل على ماذا؟ يعني النموذج السياسي في القرآن أخذ مني 10 سنوات وأنا الآن لم أنتهي. وأردت بعده أن أنتقل للاقتصاد، النموذج الاقتصادي في القرآن. ثم جذبتني فكرة في القرآن أن القرآن لا يذكر الإنسان إلا على وجه الذم، دائما يذم الإنسان. فأنا ما فهمت شو السالفة، يعني ليش الإنسان دائما يذم في القرآن؟ فلما دخلت اكتشفت بأن هناك نموذج تربويا كاملا في النص القرآني، فتركت الاقتصاد واشتغلت في النموذج التربوي القرآني اللي المفروض الآن نتكلم عنه. ما أدري متى بنتكلم عنه. طيب، فالشاهد أننا لو فتحت لك أبواب القرآن، وهي تنفتح لكل من يطرق أبوابها، بس بجلد، لابد أن تصبر على القرآن. يعني مش معقول أنك تصبر على نيتشه وعلى هيجل وعلى فرانسيس فوكوياما وعلى جون ستيوارت ميل سنوات، وبعضنا يقرأ الشاطبي مثلا سنوات ويتخصص فيه سنوات، لكن لما يأتي عند أي سورة من القرآن لا يريد أن يصبر دقائق. لا يمكن هذا الأمر. وأنا أقول لك دائما ما أبدأ بحكم طبعا طبيعتي الإنسانية، أقول هذه الفكرة القرآن بيتكلم عنها بشكل قليل في هذا الموطن، ثم اكتشفت تتسع حتى يعني هي تكون تغريدة، أخطط لها أنها تكون تغريدة، ثم تكبر تصبح مقالة، ثم تصبح كتابا، ثم أعجز عنها، أستسلم، كبرت الفكرة. وأنا أذكر مثالا صغيرا، يعني في مرة أردت أني أركز في القرآن في موضوع معين في الحقل السياسي، جزئية معينة في السياسة، بس كنت أريد أن أقرأ القرآن كاملا حتى أفهم التصور القرآني تجاه هذه الجزئية. فركبت الطائرة، قلت أنا بسافر فقط 5 أيام 4 أيام فقط لهذه الفكرة، أريد أن أسخر عقلي تماما لهذه الفكرة. فأول ما بدأت في الطائرة فتحت المصحف، فأريد أن أبدأ من البقرة، قلت الفاتحة ما فيها شيء، يعني خليني أبدأ من البقرة مباشرة. بعدين قلت يا رجال أقرأ الفاتحة للبركة. تعرف أن السفرة كلها كانت مع الفاتحة. سلام. والله ما استطعت أن أخرج، رجعت إلى قطر 6 شهور أنا في قطر ما خرجت من الفاتحة، إلى أن استسلمت. الفاتحة ما انتهيت منها، اكتشفت لماذا هي فاتحة، واكتشفت لماذا ليس هناك خاتمة. الفاتحة في فاتحة بس ما في خاتمة، ليش؟ اكتشفت لماذا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أنا كنت أقول كيف 7 من المثاني الفاتحة، والفاتحة جزء من القرآن، هو يقول 7 من المثاني والقرآن العظيم، كأنهم شيئان مختلفان. لكن لما تفهم الفاتحة تفهم لماذا هذا العطف، فيجن عقلك من هذا الأمر. فالشاهد أننا يجب أن نغير تصوراتنا تجاه القرآن، إذا غيرناها سنجد شيئا. والمحروم من حرم القرآن. للأسف عندنا تقليد، لا سيما عند الشرعيين أساتذة الشريعة، أن القرآن خليه آخر حياتك. أدخل في أصول الفقه، وأدخل في علم الحديث ومصطلح الحديث، وأدخل في القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، وأدخل في اللغة بفروعها، البلاغة بفروعها أيضا، المعاني والبديع وكذا، وأدخل في فقه اللغة والصرف والاشتقاق وكذا، وأدخل في علوم القرآن بكل فروعها، ثم آخر حياتك روح تدبر القرآن. يعني أحيانا ممكن تدرك وأحيانا تموت قبل ذلك. من الذي أقنع العقل الإسلامي أن القرآن يأتي في اللحظة الأخيرة؟ بدل من أن ننشأ على الأفكار القرآنية أصبحنا نأتي في اللحظة الأخيرة، لحظة الوداع، قبل أن نودع هذه الحياة نأتي إلى القرآن. كيف إذا نجسد القرآن في واقعنا؟ ألم يأمرنا الله عز وجل أن نقرأ القرآن لنقيم الحياة على هذا القرآن؟ ألم يأمرنا بأن نقرأ القرآن لنقيم الحياة الاجتماعية والاجتماع الإنساني على قواعد القسط؟ كيف نأتي في اللحظة الأخيرة إذن؟ لذلك نحن نرتكب خطأ